بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. حازم كان قاعد مع أبوه وأمه وبيتكلموا عن موضوع الخطوبة اللي داخل عليه. حازم قال لهم: يا بابا يا ماما، أنا قررت أروح أخطب فرح البنت اللي كنت كلمتكم عنها. بنت محترمة وبنت ناس، وأهلها كمان موافقين، وإحنا خلاص كلمناهم عن الميعاد. بس في حاجة، هما شوية مختلفين في التفكير عننا. يعني مثلا بيهتموا قوي بالعادات والتقاليد، ومش بيحبوا السلام بالإيد ولا الخروج قبل الجواز، وأنا مش متعود على كده بصراحة. يا حبيبي، لو البنت كويسة ومحترمة وانت شايف ان هي تستاهل، حاول تتأقلم. في الآخر دي عاداتهم وما ينفعش تفرض عليهم تفكيرك، بالذات ان هما يوافقوا عليك بدون ما يغيروك. بس لازم تحترم طريقتهم وتوريهم انك تستحق بنتهم. خلي بالك، الموضوع مش مجرد حب وخلاص، في اهل وفي عيلة لازم تكون هتبقى قد المسؤولية معاهم. بص يا حازم، الناس دول شكلهم محترمين واهل اصل، بس ما تجيش تحكي لي بعد كده انك مش قادر تمشي معاهم. انت داخل على جواز مش فسحة. اتعلم تحترم العادات حتى لو مش شبهنا. هو انت ليه يا بابا محسسني ان انت وماما ان انا يعني عايزها تمشي مع الناس وتتكلم وتعمل علاقات؟ لا يا بابا لا. هم الناس ملتزمين شوية وعندهم حاجات هم ماشيين عليها، ودي حاجة تفرحني. لكن انا يعني مش هخليها تمشي عريانة. اكيد انا يعني مش واحد وحش برضو. يا حبيبي، انا ما قلتلكش ان انت كده، بس في بيت بيبقى ليه عادات وتقاليد، وانت معلش يعني ممكن تكون تفكيرك مختلف عنهم. انت داخل البيت ده يبقى تبقى عارف عاداته وتقاليده ماشية ازاي عشان تبقى زيه، عشان ما تحسش ان هي حاجات غريبة واتفرضت عليك. اما بقى لو عايز تاخد بنت تكون شبهك واسلوبك وطريقتك كده، يبقى دي حاجة ترجع لك. لا، هي فرح عجباني وانا عارف انا هعمل ايه كويس. وانا قلت لك يا بابا، انا مش وحش. ممكن يكون الحياة عندنا open minded شوية، بس برضو لينا عادات ولينا خطوات بنمشي عليها، ويعني في حاجات كتير قوي شبهنا. خلاص، يبقى على خيرة الله يا حبيبي. ربنا ان شاء الله يقدم لك اللي في الخير. جه اليوم اللي راح فيه عند اهل فرح. حازم واهله كانوا داخلين البيت بيستقبلوا عم سامي اللي هو ابو فرح ومراته وبنته فرح. اهلا وسهلا بيك يا حازم، نورتنا والله. احنا سمعنا عنك كل خير، وشايفينك شاب كويس ومحترم. احنا ناس بسيطة بس عندنا شوية عادات بنحب نحافظ عليها. يعني مثلا مش بنحب السلام يكون بالإيد، احنا بنحب السلام من بعيد لبعيد، والبنت متعودة على كده. ممكن تكون حاجة صغيرة عندك، بس يعني عندنا حاجة كبيرة. أنا اللي أتشرف بحضرتك يا عمي. وفعلا أنا واخد بالي من حاجة زي كده، بس بصراحة في الأول كنت مستغرب يعني، لأن أنا متعود على حاجات مختلفة. بس بحترم جدا إنكم متمسكين بتقاليدكم، وده بصراحة خلاني أحترمكم أكتر. وإن شاء الله مع الوقت أتعلم أكتر وأكون قد المسؤولية. وأهم حاجة عندي إن أنا أسعد فرح. احنا بصراحة اتكلمنا كتير مع فرح ولقينا انك عاجبها وشايفاك مناسب، بس يا ريت من الاول كده نتفق على شوية حاجات. الخروج قبل الجواز مش مقبول عندنا خالص، حتى لو استأذنت. وفي حاجات كتيرة ممكن تتعرفوا فيها على بعض وانتوا قاعدين مع بعض في وسطنا. يعني مفيش داعي للخروج لوحدكم في اي وقت. تمام، مفيش مشكلة. احنا كده كده بنقول الخطوبة مش هتطول، وانا متفق مع بابا على كده، ان احنا مش عايزين يعني الخطوبة تطول، عشان خاطر لما بتطول بيبقى فيها مشاكل، ويبقى بعد الجواز نخرج براحتنا. فعلا حازم كان متفق معايا ان هو ما يطولش في الخطوبة. يعني احنا اصلا كده كده ما بنحبش الخطوبة الطويلة، وطبعا اللي انتوا عايزينه احنا هنعمله. احنا شاريين البنت وشاريينكوا، وكفاية ان انتوا ناس كويسين ومحترمة. انا برضو ما عنديش مشكلة ان الخطوبة ما تطولش، وده يبقى احسن قرار فعلا، ان هما يبقى في بيتهم ويعملوا اللي هما عايزينه. حازم وسام اتفقوا على كل حاجة وحددوا ميعاد الخطوبة واتخطبوا حازم وفرح. وبعد الخطوبة بأسبوعين في بيت عم سامي أبو فرح، كان حازم رايح لفرح زيارة، وخبط على الباب وفرح فتحت له. حازم قال لها: ازيك يا فرح، عاملة ايه؟ وطبعا هو مد ايديه عشان يسلم. فرح بعدت ايديها وقالت له: انا الحمد لله، بس يا حازم قلتلك قبل كده انا ما بسلمش. انا مش عايزة كل مرة الموضوع ده يعمل توتر بينا. انا مش بقلل منك والله، بس دي تربيتي وما ينفعش اغيرها، واتمنى انك تكون فاهمني. انا عايزة العلاقة دي تمشي واحنا بنحترم بعض. انا اسف يا فرح، يمكن نكون نسيت او اتعودت، بس بصراحة لسه مش متعود على كده. ده بيحسسني اني غريب عليكي، بس طالما دي حاجة بتريحك انا هحاول التزم بيها اكتر. الموضوع جديد عليا، بس فعلا انا بحاول. لا عادي، مفيش مشكلة.
اهم حاجة بس نلتزم باللي اتفقنا عليه، وكمان بابا وماما لو شافوني ان انا بسلم عليك هيتضايقوا، فانا مش عايزة يكون في توتر ما بينكم من الاول. ماشي، ما عنديش مشكلة. يمكن كنت نسيت، بس والله انا جاي علشان اشوفك بس وابص عليكي وامشي على طول، وهبقى اجيلك تاني لحسن الايام دي عندي شغل كتير قوي في الشركة. يلا، انا هبقى اجيلك مرة تانية. ماشي حازم وهو متضايق من طريقة فرح ومش عارف ايه المشكلة يعني لما يمد ايديه ويسلم عليها. باباها ومامتها يزعلوا من حاجة زي كده ليه يعني؟ المهم ان هو خد بعضه ومشي، وراح لها مرة زيارة تانية، وكان قاعد مع سامي ابوها وقال له: انا كنت بفكر اخد فرح ونخرج نتكلم شوية، او نتمشى او نقعد في كافيه هادي، مش اكتر من كده، عشان نعرف بعض اكتر بعيد عن جو البيت. انا عارف ان انتوا مش بتحبوا كده، بس انا شايف انه مهم عشان نفهم بعض. مفيش اي حاجة غلط يعني، وبوعدك ان احنا هنكون محترمين جدا، بس انا برضو محتاج ان انت تثق فيا. يا حازم، انا راجل صعيدي ومش بس كده، انا ابوها. يعني لما اقول لا مش معناه ان انا مش واثق فيك، بس دي مبادئ. انا نفسي اخرج بنتي من البيت ده وهي على اسمك، من غير ما تتشاف معاك في الشوارع. المهم انا كده ابقى مطمن وانا كده مرتاح. لو بتحبها بجد هتحترم ده، حتى لو مش عاجبك. انا ما كانش قصدي ان انا استغنى عن عادات وتقاليد حضرتك او اقل منها، لا خالص، بس احنا كنا عايزين نعرف بعض اكتر مش اكتر من كده. خلاص يا حازم، الموضوع ده ما عندناش نقاش فيه، وانا مصمم عليه. انا ممكن اسيبكم تقعدوا هنا مع بعض شويه قدام عينينا، لكن ان انت تاخدها وتخرج ما عنديش الكلام ده، بعد اذنك. خرج سامي وهو كان صارم قوي في قراره. حازم قال لفرح: باباكي صعب قوي، فيها ايه يعني؟ انا مش شايف ان الموضوع فيه حاجه ان هو صمم عليه قوي كده. من غير كلام كتير يا حازم، هو انت مش عارف احنا متفقين على ايه؟ وبابا قايل لك الكلام ده من الاول، والشروط دي والعادات والتقاليد دي بتاعتنا؟ ايه لازمته بقى الكلام ده دلوقتي؟ مش فاهمه والله. عايز تعمل مشكله وخلاص؟ بص يا فرح، انا قلت عادي، ايه يعني لما نخرج شويه مع بعض؟ بصراحه انا شايف باباكي متحكم قوي، دي حاجات عاديه وممكن ناخد اي حد معانا، بس القعده كده كتير في البيت بقت رخمه قوي. انا عايزك ان انت تغيري جو. معلش يا حازم، هو ده بابا وده تفكيره وخلاص. وبعدين هو انت مش قلت فتره الخطوبه مش هتطول، وبعد الجواز نبقى نعمل اللي احنا عايزينه؟ خلاص تمام ماشي. عامة انا فعلا مش هخلي فترة الخطوبة تطول، وهنجز في الموضوع ده على طول، عشان خاطر نبقى في بيتنا وبراحتنا، ونعرف ان احنا نخرج ونشوف الدنيا. بعد مرور شهور بسيطة حازم فعلا عجل بفترة الخطوبة وما خلاش تطول. عملوا فرح وكان فرح كبير، وبعد الفرح سامي قال: مبروك يا ابني، ربنا يكرمك ويفتح لكم ابواب الخير. انا بقيت مطمن على بنتي لانك اثبتت انك راجل وابن ناس، اللي بيحترم الكبير والصغير وبيفهم في اختلاف الناس. يبقى قد الجواز. خليك دايما زي ما شفتك النهارده، صبور متفاهم، وفرح دي اغلى حاجه عندي، وانا واثق انك هتصونها. شكرا يا عمي، انا وعدتك قبل كده ان انا هكون قد الكلمه، وان شاء الله نبدا حياتنا على حب واحترام ونكمل المشوار سوا. انا حبيت كل حاجه في فرح، وان شاء الله ابقى عند حسن ظن حضرتك. بعد مرور ايام من جوازهم احمد كلم حازم وقال له: ايه يا حازم، عامل ايه؟ كنا عايزين نجيلك انا وهناء وسيف وماجده عشان يباركولك، وكمان هناء وماجده يتعرفوا على فرح. طب خلاص، انا مستنيكوا، تنورونا في اي وقت. هتيجوا امتى؟ يعني ساعتين 3 كده وهنبقى عندك. هنتفق بس مع سيف وهناء وهنجيلكوا على طول عشان نقضي معاكوا اليوم. بعد ما حازم قفل مع احمد، دخل وهو فرحان لفرح وقال لها: يا فرح فوقي بقى، النهارده يوم مهم قوي. احمد وهناء وسيف وماجده جايين يقضوا معانا اليوم كله. يلا عشان نقوم نجهز قبل ما يجوا، عشان تبقى كل حاجه جاهزه. بجد جايين؟ طب ما قالوش ليه من بدري؟ الواحد كان جاهز نفسه. عامه تمام، انا عندي شويه حاجات في البيت هقوم اعملها واظبطها، وهعمل لك عزومه بجد تشرفك قدام اصحابك، مع انهم مش قايلين من بدري، بس برضه هشرفك. حبيبتي انا عارف ان انتي طبعا هتشرفيني، وانا معتمد عليكي اعتماد كلي. شوفي انتي عايزاني اساعدك فيه وانا هساعدك فيه، واكيد مش هتاخر. طب يلا بقى عشان نبدا، لان احنا لازم ننجز قبل ما يجوا، بدل ما احنا بنتكلم كتير كده قبل ما يجوا وما نكون احنا لسه ما خلصناش. فعلا فرح وحازم قاموا لموا الدنيا حواليهم، وحازم نزل جاب حاجات من تحت وطلع قال لها: انا جبت شيبسي وحاجات للتسليه، وانتي بقى ظبطي الاكل واعملي كيك، وما تنسيش العصير بتاع المانجا اللي هناء بتموت فيه، واعملي لماجده شاي بالنعناع هي بتحبه. خلي كل حاجه مدروسه علشان الناس تحس بالراحه عندنا، خصوصا ان هم اول مره يجوا عندنا. وانا خلصت كل اللي ورايا وظبطت الاكل وخلاص، بعمل العصير بتاع المانجا اهو، ناقص بس شويه حاجات كده بسيطه. ماشي يا فرح، انا معاكي اهو،
عشان لو احتاجتي حاجة. وما تقلقيش انا هشيل معاكي، مش هسيبك تعملي حاجة لوحدك. هروح افرش البلكونة عشان نقعد فيها. خلاص ماشي يا حبيبي، روح انت ظبط كده القعدة عقبال انا مخلص الدنيا دي وادخل كمان البس. خلاص ماشي يا حبيبتي، روحي خلصي وانا كمان هخش البس ونظبط الدنيا عقبال لما اجي. ومن هنا حازم وفرح خلصوا كلام مع بعض. فرح ظبطت بقية الحاجة وحازم برضو ظبط القعدة. وبعد شوية اصحابهم جم. بعد ما دخلوا وتعرفوا على بعض وتعرفوا على فرح، فرح قالت لهم: والله انا مبسوطة جدا ان انتوا جيتوا. من ساعة ما اتجوزنا ما حدناش مع حد، على طول قاعدين لوحدنا. لا خدي من ده كتير، احنا على طول هنبقى سوا. احنا اقرب ناس لحازم وعلى طول مع بعض. عشان كده النهاردة قلنا نيجي نتعرف عليكي عشان تبقي الستة بتاعتنا. ايوه، عشان نبقى 3 ستات و3 رجالة كده العدل، وهما ما يبوش اكتر مننا ويجوا علينا. احمد قال لها: هو انت حد بيقدر يجي عليكم وانتوا عارفين وانا جاي في السكة وقلت لهناء خلينا نرجع؟ حسيت ان اليوم ده هيبقى مليان توتر، بس هي قالت لي مش كفاية ان احنا متخانقين طول الوقت، تعالى نغير جو. قلت ماشي، بس من جوه قلبي حاسس ان احنا هنرجع من عندكم واحنا طالعين من معركة مش من عزومة. ليه، هو انتوا اصلا كنتوا متخانقين مع بعض قبل ما تيجوا وجايين تكملوا خناقة هنا؟ اه يا حازم كنا متخانقين مع بعض. عارف ليه؟ عشان انا قلت له يسيب الموبايل شوية ويكلمني. هي دي بقى اسمها خناقة؟ انت عارفة يا فرح بقاله اسبوع ما كلمنيش غير وهو بيكتب ايميلات الشغل. حتى لما بيتكلم معايا ماسك التليفون وبكلم اصحابه. وبعدين انا قلت له نيجي نقعد معاكم شوية يمكن الجو يهدى ما بيننا. والله يا بنتي انا ببقى مش فاضي، ببقى في حاجات كتيرة بعملها، بس انت بتيجي تصطادي في الوقت بقى اللي انت تتكلمي فيه، فاكيد يعني مش هبقى مركز معاكي. بصراحة كده يا هناء انتوا اللي تفكيركوا غريب وبتحبوا النكد. حتى ماجدة طول النهار نكد في نكد، تقولي انت مش بتحبني زي الاول. يا ستي والله بحبك، بس هو الشغل اللي واخدني. يعني انا سكت دلوقتي وما بتكلمش وانت اللي مصمم تدخلني في المشكلة يا سيف. اقول لهم بقى انا زعلانة منك في ايه؟ قولي ليه لما بتدخل البيت بتقفل التليفون بالليل وقال ايه فاضي وعايز يتشحن؟ مش يا فرح انت تتضايقي ولا ما تتضايقيش؟ معلش يا ماجدة، معلش يا هناء، هما الرجالة كده. بس بقولكوا ايه، احنا ننسى الكلام ده كله. تعالوا ناكل كده لقمة حلوة. انا عاملة بطاطس باللحمة اللي بتحبها يا احمد، حازم قال لي ان انت بتحبها، وكمان قال لي على الكيكة بتاعت جوزة الهند اللي هناء بتحبها، وسيف العصير بتاعك في التلاجة. وبعد الغدا بقى هنعمل شاي بنعناع اللي ماجدة بتحبه. انا كنت ناوي اقول لكم من اولها احنا مش هنقلب القعدة تحليل علاقات، ولا هنتكلم عن شغل ولا موبايلات. احنا جايين نضحك نلعب كوتشينة ونحكي نكت. لو اي حد حس انه هيبدأ يتعصب يطلع يشرب عصير وياخد نفس ويرجع. اتفقنا؟ والله كلامك صح يا حازم، يمكن لو كنا بنقعد كده مع ناس اكتر كنا ارتحنا. انا نسيت يعني ايه لما دايما مشاكل وشغل. بس برافو عليك، البيت مريح وفرح عاملة شغل جامد. حسيت ان احنا في خروجة مش زيارة. بصراحة يا فرح انا كنت جاي متعصبة، بس اول لما دخلت وشميت ريحة الكيكة حسيت ان انا في بيت امي. انت عارفة، من اول ما دخلت وشفتك حسيت ان الجو لطيف. سامحيني لو كنت اتكلمت بطريقة مش حلوة قبل كده، بس انا مضغوطة والواحد لما بيلاقي اللي بيريحه بيرجع له تاني. انا شايف ان احنا نلعب دور كوتشينة اللي حازم بيحبها، ونقسم فرق البنات ضد الولاد، وهو نضحك ونهزر شوية. يمكن ماجدة تنساني شوية وتسيب الموبايل، وانا اوريها ان انا لسه بعرف اكسب زي زمان. لا يا حبيبي، انا هكسفك النهاردة. انا وفرح هنكسبكم وهنضحك عليكم. بس بجد يا فرح شكرا على اليوم ده، اول مرة اضحك من قلبي كده من شهور. ربنا يسعدك بحازم، باين انه بيحبك قوي. متشكرة ليكي بجد يا ماجدة، مش عارفة اقولك ايه ولا اقول ايه على كمية التعاون اللي انتوا فيها دي بصراحة. بعد مرور ساعات كانوا خلصوا الزيارة بتاعتهم ومشيوا، وكانوا مبسوطين وفرحانين جدا. فرح قالت له: بس انا شايفة ان ماجدة وسيف الدنيا مش متظبطة معاهم شوية، صح ولا ايه؟ بصراحة كده يا فرح، ماجدة على طول بتشك فيه زي ما انت شايفة كده، ومشيوا هما برضو مش صافيين لبعض. فعايزك تكلمي سيف وتخليه يسيس الموضوع شوية، بدل ما هو كل حاجة واخدها قفش كده. بس انا مش هعرف يا حازم اتكلم مع سيف، انت عارف ان انا مش واخدة ان انا اتكلم مع حد والكلام ده، يعني حاسة ان انا هتحرج قوي. عادي، ايه المشكلة يعني يا فرح؟ وبعدين انا واثق فيكي، لو ما كنتش واثق فيكي ما كنتش هقولك كده خالص، ولا كنت هقولك كلميه. بس انا مديك الثقة الكاملة، فعادي كلميه. ماشي يا حازم، اللي انت شايفه حاضر، هبقى اكلمه وانصحه. بس بقولك ايه، انا نازلة مع اصحابي بكرة النادي نقعد شوية وكده يعني. ماشي، ما عنديش مشكلة، بس تبقي خلي بالك من نفسك وما تتأخريش. انا داخل انام لحسن انا اتأخرت قوي وعندي شغل الصبح بدري. يلا تصبح على خير يا حبيبتي.
تاني يوم نزلت فرح النادي مع اصحابها. طبعا ما كانتش عند باباها بتعمل كده خالص، لانها اصلا ما كانتش بتخرج من البيت. خالد قال لها: ايه ده؟ فرح؟ معقولة؟ انتي؟ انا مش مصدق عينيا، بقالنا كام سنة انا قعدت ادور عليكي في كل حتة، ولا فيس ولا انستا ولا اي حتة، قعدت ادور عليكي معرفتش اوصلك ابدا. كنت فاكر انك اختفيتي خلاص، بجد مش مصدق نفسي. ازيك يا خالد، عامل ايه؟ بجد انا اللي مش مصدقه. ايه يا ابني، عامل ايه واخبارك ايه؟ معلش، انت عارف ان انا ماليش في الفيس ولا الواتس ولا الحاجات دي، لسه عاملاها من قريب. ياه، هو انت لسه عمو سامي برضو خانقها عليكي قوي كده؟ بس انت عارفه انك اول حد يخلي قلبي يقف كده من زمان. انا فاكره اول مره اتكلمنا فيها كانت في الكليه عند الكافيتيريا، وقتها قلتيلي انك بتحبي البحر اكتر من اي حاجه، صح؟ ما كنتش بنسى اي حاجه تخصك، حتى صوت ضحكتك. وفجأة كده اختفيتي وسافرتي وكل حاجة وقفت. أنا سافرت غصب عني، بابا اتنقل شغله برا البلد وكان لازم أمشي، ووقتها ما كانش عندي حتى رقمك علشان حتى أقولك. والدنيا جريت بيا والسنين عدت بسرعة، واتجوزت كمان من كام شهر. ومن هنا خد الصدمة إنها اتجوزت. طبعا خالد قال لها: معقولة؟ اتجوزتي؟ تعرفي أنا بعدك ما حاولتش أحب حد تاني، ولا حتى حد فهمني زيك. كل اللي عرفته بعدك كان بيعدي بس ما سابش اي اثر. انتي الوحيدة اللي كنت حاجة مختلفة في حياتي، وده ما كانش مجرد اعجاب، انا كنت بحبك بجد ومش ناسي ده لحد النهاردة. خلاص بقى يا خالد، اللي راح راح. انا اتجوزت وشفت حياتي، وانت ان شاء الله تلاقي بنت الحلال وتشوف حياتك، وما نتكلمش في اللي فات. لو هنتكلم في اللي فات هنتعب. فعلا يا فرح، عندك حق. عامة انا اتمنى ان احنا نرجع صحاب تاني زي الاول، واتمنى طبعا ان انتي مترفضيش ده. ما عنديش مشكلة والله يا خالد ان احنا نرجع صحاب واخوات. انت ما تعرفش طبعا معزتك عندي قد ايه، وانت كمان يا فرح والله معزتك عندي كبيرة قوي. خلاص، رقمي معاكي اهو، في اي وقت كلميني، ولو احتجتي اي حاجة هتلاقيني على طول. ماشي يا خالد، انا سعيدة جدا ان انا شفتك النهاردة، وان شاء الله تبقى تتكرر تاني. فرح سابته ودخلت لاصحابها وقعدت معاهم وقضوا اليوم سوا. وطبعا ما كانتش حاطت في دماغها الموضوع قوي، لان الموضوع ما كانش شاغلها اصلا. تاني يوم لقت خالد بيتصل بيها، استغربت جدا وردت عليه. فخالد قال لها: ازيك يا فرح، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ انا قلت اتصل اسلم عليكي واطمن عليكي. اهلا يا خالد، انا كويسه الحمد لله، انت عامل ايه؟ بصراحه مكالمتك فاجئتني شويه، ما كنتش متخيله ان انت ممكن تتصل بيا بالسرعه دي. لو مكالمتي فيها مضايقه ليكي او هتعملك مشكله في بيتك انا مش عايز ده. انا مش عايز اعملك اي مشكله، انا قلت اتصل اطمن عليكي وبس. بصراحة يا خالد أنا مش عارفة احنا بنعمل الصح ولا لأ. يعني احنا كبرنا وكل واحد بقى في طريق، وأنا دلوقتي واحدة متجوزة برضو وما ينفعش. ومش عارفة أصلا ازاي إن أنا اديتك الرقم من البداية، ومش عارفة إذا كان ده صح ولا غلط. أنا مقدر خوفك، بس والله أنا نيتي صافية ومفيش وراها أي حاجة، بس عايزة أطمن عليكي مش أكتر، نشوف بعض كأصدقاء. مفيش في نيتي ليكي حاجة وحشة. أما ده لو هيعملك مشكلة مع جوزك أنا ممكن أبعد. بصراحة كده أنا شايفة من طريق جوزي إن هو عادي إن أنا يبقى ليا أصحاب، بس يعني لو يبقى بكل أدب واحترام. غير كده طبعا هيبقى فيه مشكلة. أكيد طبعا مش هيبقى فيه بينا غير الأدب والاحترام. أنت يا فرحة أصلا محترمة جدا ومؤدبة، فيستحيل هتعامل معاكي غير كده. من هنا بدأت الصداقة بين خالد وفرح، وهو كان بيكلمها كل يوم. كانت فرح بتقعد تحكي معاه مشاكلها في حاجات كتيرة، مع حازم كانت بتحكيها له. وطبعا كانت بس مجرد صداقة عادية خالص، ما كانش في بينهم أي حاجة. بس ما كانتش ده بتحكيه لحازم طبعا، حازم ما كانش يعرف أي حاجة. في يوم تليفونها رن وحازم كان قاعد، خالد اللي كان بيرن. وحازم قال لها: مين يا فرح اللي بيرن ده؟ تليفونك عمره ما رن في الوقت ده. لا عادي يا حازم، دي واحدة صاحبتي، بس أنا مش عايزة أرد عليها دلوقتي، عادي ما تشغلش دماغك. حازم بصلها واستغرب جدا من الارتباك اللي هي فيه، وقال في نفسه: بدل واحدة صاحبتك مالها مرتبكة كده ليه؟ بس ما خدش ودة معاها وراح ساكت، وقال لها: تمام مش مشكلة، مش عايزة ترد عليها دلوقتي ما ترديش براحتك. سكت، وفرح ساعتها قعدت هي وحازم يتفرجوا على التليفون. بس فرح جواها 100,000 سؤال، بدل الموضوع ما فيهوش حاجة ليه ما قالتش لحازم؟ بدل هي وخالد أصدقاء بس، ليه ما تقولش لحازم وتعرفه؟ كان 100,000 سؤال بيدور في دماغها، بس في نفس الوقت سكتت. تاني يوم كانت مقررة قرار نهائي، إن خالد لما يتصل بيها ويكلمها زي كل يوم ففرح ساعتها هتقوله: بقولك إيه يا خالد، أنا مش عايزاك تتصل بيا تاني،
انت اتصلت بيا امبارح وجوزي كان قاعد، وانا اتوترت وارتبكت، وانا مش متعوده ان انا اخبي حاجه عن جوزي، وبدل انا اتوترت واتربكت يبقى انا كده بعمل حاجه غلط. بس انتي كنتي قلتي ان جوزك الموضوع ده بالنسبه له عادي، وانه بيخليكي تكلمي اصحابه وعنده اصحاب بنات، وانتي متقبله ده. ايه اللي خلاكي ان انتي تتوتري وما تقولوش ان ده صديق ليا في النادي مثلا؟ مش عارفه، ممكن عشان مش متعوده، او ممكن علشان يكون انا ما عنديش اصحاب اصلا رجاله، فمش عارفه ان هو هيتقبل الفكره دي ولا لا. هو اصحابه بيخليني اكلمهم بس في وجوده، مش من وراه. مفيش حد من اصحابه بكلمه من وراه، حتى لو في التليفون او بصلح بينه وبين مراته. هو بيبقى قاعد وموجود، لكن اللي بينا مش كده يا خالد. فبقول لك ايه يا خالد، لو سمحت ممكن تحترم قراري؟ يا ستي انا محترم قرارك وما عنديش مشكله فيه، بس انا يعني احنا ما بنعملش حاجه غلط، وبدل هو عنده الفكر ده فهو يعني مش هيضايقك في حاجه. مش عارفه رد فعله ممكن يكون ايه. زي ما قلت لك، حتى اصحابه اللي بكلمهم بيكونوا في وجوده، واما بيكلم صحابه البنات او مراتات اصحابه انا بكون موجوده، والكلام مجرد كلام عابر مش اكتر من كده. بس لمجرد ان انا اتوترت وارتبكت او ان انا ما قلتلوش يبقى انا بعمل حاجه غلط، وانت عارف ان انا طول عمري مش بحب اعمل حاجه غلط. لو سمحت يا خالد احترم قراري، وانا هعمل لك بلوك، ومش عايزه رقمك يكون عندي تاني. تمام ماشي، مفيش مشكله، اللي انت شايفاه صح اعمليه. عايزه تعملي لي بلوك براحتك يا فرح، بس انا مصدقت ان انا لقيتك وبدانا نتكلم مع بعض تاني. بس طبعا انا مش هتمنى ان انا يحصل لك مشاكل بسببي، فانت حره. فعلا فرح عملت بلوك. عدى كام يوم وكانت فرح نسيت الموضوع، كانت نفسيتها ارتاحت شويه ان هي مش بتعمل حاجه غلط. بعد كام يوم حازم كان ماسك تليفونها وقال لها: بقولك ايه يا فرح، هتصل بالسيف من تليفونك عشان تليفوني فاصل شحن. خلاص تمام ماشي مفيش مشكله، التليفون عندك بره خده وكلمه. راح حازم مسك التليفون بتاع فرح، ومش عارف قلبه المرة دي قال له شوف السجل عندها، مع انه هو اصلا مش بيعمل كده في العادي. بس لما فرح ارتبكت اخر مرة الشك دخل في قلبه، بس ما حطش في دماغه. بس لما مسك تليفونها قعد يدور في المكالمات، وشاف في المكالمات ولقى الرقم ده بس معمول له بلوك. فتح ولقى مكالمات كتيرة قوي على الرقم ده واستغرب، بدل فيه مكالمات ليه في الاخر عملت له بلوك؟ مسك التليفون وراح شايل البلوك اللي هي عاملاه وراح رنن عليه. ايه يا فرح، رجعتي في كلامك وعايزه تكلميني تاني ولا ايه؟ حازم سمع صوت خالد واللي بيقوله اتصدم. خالد فضل يقول: الو الو الو، ما ردش. طبعا خرجت فرح وقالت له: ايه يا حازم، كلمت سيف يا حبيبي؟ هو انت كنت عايزه في حاجه مهمه ولا ايه؟ حازم بص لها وقال لها: شوفي تليفونك. كان خالد على التليفون. اول لما سمع صوت حازم راح قافل. فرح مسكت التليفون ولقت رقم خالد. فرح قالت له: هفهمك، انت والله فاهم غلط، والله العظيم مش بعمل حاجه غلط. مش ده الرقم اللي رن عليكي من كام يوم وانت ارتبكتي وقلتلك مين وقلتلي دي واحده صاحبتي؟ ايوه هو الرقم، بس والله العظيم انا مفيش بيني وبينه اي حاجه، والله العظيم كانت مجرد صداقه بريئه جدا. بس اول ما ارتبكت وانت سالتني وانا معرفتش ارد عليك حسيت ان في حاجه غلط، فقلت لا، رحت عامله له بلوك ومسحت الرقم. والله يا حازم افهمني، هو ده اللي حصل، مفيش بيني وبينه اي حاجه. بدل صداقه بريئه زي انت ما بتقولي ما عرفتنيش ليه؟ ما قلتليش ليه ان في صديق اتعرفت عليه؟ ما عرفتنيش ليه بدل الموضوع ما فيهوش حاجه بالنسبه لك؟ ممكن اعرف مين ده بالتفصيل؟ ده كان زميلي من ايام الجامعه، واليوم اللي كنت قايله لك عليه ان انا نازله في النادي قابلته واتكلمنا واخدنا رقم بعض، بقينا نتكلم كاصدقاء عاديين. بس اول انت ما سالتني وانا اتوترت معرفتش ارد عليك، حسيت ان انا بعمل حاجه غلط، لان لو مش بعمل حاجه غلط كنت قلت لك. انا عارفه ان انا اتاخرت جدا لما جيت قلت لك، وان انت تعرف بالطريقه دي طريقه وحشه قوي، بس صدقني والله العظيم مفيش بيني وبينه اي حاجه. عايزاك تصدقني وعايزاك تثق في ده. اثق في ده ازاي واصدقك ازاي اذا كنت انتي لما قلتلك مين اللي بيتصل بيكي ما قلتليش، واول ما قابلتيه في النادي ما جيتيش قلتي، وانتي لما جيتي قلتيلي انا كنت قلتلك انا اسمح بده او لا ما اسمحش. مش معنى ان انا بخليك تكلمي اصحابي او نقعد شله مع بعض كلنا ان انا عادي ممكن اسمح باي حاجه، او حتى ممكن حاجه تتعمل من ورا ظهري. لا، انا قعدتك مع ناس انا واثق فيهم، زي ما بيدخلوني بيوتهم انا دخلتهم بيتي. انت فاهماني؟ مش معنى ده ان انت تروحي تكلمي كل من هب ودب، والمطلوب مني ان انا اصدق ان مفيش حاجه ما بينكم. طب قوليلي كده اصدقها ازاي اصلا؟ انا عارفه ان انت من حقك تتضايق، وعارفه ان انت من حقك تزعل. صدقني والله يا حازم مفيش بينا اي حاجه، كنا مجرد اصدقاء قابلته في النادي، وهو كان صديقي زمان مش اكتر من كده.
والله العظيم ما في بينا اي حاجة. كان صديقك زمان؟ ازاي يعني كان صديقك؟ هو انتوا مش عيلة ملتزمة جدا ومش بتسمحوا ان اي حد يتكلم معاكوا غريب او حتى تتكلمي مع رجالة؟ ازاي بقى الكلام ده؟ ده انتوا حتى السلام بالايد ما بتسلموش على حد. مش دي تقاليدكم وعاداتكم اللي انتوا ماشيين عليها؟ ازاي بقى كان صاحبك زمان؟ ولا الحاجات دي كانت بتتعمل عليا انا بس؟ ما اسمحلكش على فكرة باللي انت بتقول عليه ده. انت عارف ان انا كنت في الجامعة، واكيد الجامعة مختلطة واكيد فيها ناس انا بشوفهم، بس برضه ما كنتش بتعدى حدودي مع اي حد. بس بعد ما اتجوزتك وشفت ان الموضوع عادي وحياتك عادية وان انت ممكن تسمح بده عادي، وبتؤمن بالصداقة بين الراجل والست، فقلت ان الموضوع عادي بالنسبة لك. انا اغلط، بس غلطتي ان انا ما قلتلكش. دي كانت فعلا غلطتي، بس انا ما تعددتش حدودي في اي حاجة عشان تبقى فاهم. بص انا مش مستعد ان انا اسمع منك اي حاجة. انا خلاص مش عايزك من دلوقتي يا فرح. بدل عملتي حاجة ودريتيها عليا وانت متأكدة ان الحاجة دي ممكن تضايقني وصممتي ان انت تعمليها، فانا خلاص مش عايزك. وبكل هدوء كل واحد فينا يروح لحاله. لا يا حازم، انا مش هسيبك تاخد عني الفكرة دي. حازم صدقني انا ممكن اكون غلطت، بس والله افتكرت ان الموضوع عندكم عادي. معرفش ان انت ممكن تفكر فيا كده. انا مش فاهم يعني ايه عادي. لو كان عادي وما كانش في حاجة كنت جيتي قلتيلي من اول يوم شفتي فيه صاحبك ده. كنت جيتي قلتيلي حصل واحد اتنين تلاتة. انما ده كان بيكلمك كل يوم، السجل عندك كان بيكلمك كتير. انت المفروض كنت تمنعي ده. سجل المكالمات ده يا هانم يقول ان اللي بينكم كان اكتر من صداقة. ولو شايفة ان الموضوع طبيعي وهيعدي كنت جيتي وقلتيلي. بس انت ما جيتيش ولا قلتي، عشان شايفة ان الموضوع مش من الطبيعي ولا انه هيعدي. حازم ما تظلمنيش. انا غلطت بس انا ما عملتش حاجة والله وحشة. انا وقفت اتكلمت معاه بس. صدقني ما عملتش اي حاجة غلط. والله ما خنتك. فرح مش عايزة اسمع منك اي كلام دلوقتي لو سمحتي. مش عايزة اسمع اي حاجة. راح حازم سابها ونزل. كان بالصدفة تليفون فرح بيسجل كل المكالمات اللي كانت بتعملها. راحت مسكت التليفون وقعدت تدور على المكالمات اللي بينها وبين خالد، وبعتتها لحازم على الواتساب عشان خاطر يسمع المكالمات اللي كانت بينهم. كان بينهم كل المكالمات بأدب واحترام وعمرها ما اتخطت اي حاجة. وفعلا حازم مسك التليفون وسمع كل المكالمات، بس كان جواه حاجة بتقوله لا ما ترجع لهاش. ما كانش عارف هو صح ولا غلط، وما كانش عارف يقول لحد. فقرر انه يروح لشيخ الجامع ويسأله يعمل ايه عشان خاطر ما يظلمش فرح معاه. فعلا راح للشيخ وقعد معاه، وحازم قاله بقولك ايه يا شيخ، انا جاي النهاردة استشيرك في استشارة انا محتار فيها بجد. مش عارف اعمل ايه ومش عارف انا صح ولا غلط. قول يا ابني خير في ايه؟ بص يا شيخ، انا هحكي لك الموضوع من الاول عشان تبقى على دراية بكل شيء وتقدر تحكم. انا يا شيخ اتجوزت واحدة المفروض ان هي ملتزمة. انا بصراحة مش ملتزم قوي اللي هو العادي، يعني بخليها تقعد مع اصحابي ومراتاتهم. كان بينا عادي لحد ما قابل الزميل في الجامعة وخدت رقمه على اساس ان هو عادي ان انا اسمح ممكن بده، وان يبقى في صداقة بين الراجل والست. بس هي ما قالتليش وخبت عليا. انا عارف ومتأكد ان هي ما عملتش حاجة غلط. تليفونها كان بيسجل وبعتت لي كل المكالمات اللي كانت بينهم، بس انا مش قادر اتخطى ده. في حاجة بتمنعني. طب ما انت من الاول شايف ان انت ينفع تقعد مراتك مع اصحابك الرجالة، او ان انتوا تقعدوا كده وتهزروا وتضحكوا عادي وتبقى الحياة مفتوحة قوي كده؟ انت شايف ان ده عادي يعني مقبول؟ مش عارف عادي ولا لا، بس انا اصحابي كلهم محترمين جدا، ومراتاتهم كانوا بيقعدوا معانا بكل ادب واحترام بحجابهم بالكامل وما كانش فيه اي تلامس. كانت قاعدة كده مجرد هزار وضحك مش اكتر. بس مراتي لما شافت كده حست ان انا ممكن اتقبل ان هي تعمل صداقة مع اي حد. مش عارف هو انا لو كنت اعرف من الاول ان انا هتقبل ده ولا لا، لكن انا حاسس ان انا متلخبط. ممكن تفهمني ايه الحلال والحرام؟ بص يا ابني، الحلال والحرام باين. الجلسة لو فيها رجال ونساء أجانب عن بعض كل واحد قاعد عادي من الآخر، وفي ضحك أو مزاح أو كلام شخصي أو جلسة طويلة بدون حاجة، ده غير جائز شرعا، لأنه يكسر الحواجز ويفتح باب الفتنة. حتى لو النية طيبة، حتى لو هما زي العيلة أو صحاب من زمان، الشرع ما بيعترفش بموضوع زي أخويا بين الرجل والمرأة الأجنبية، لأن الفتنة واردة في أي وقت. لو الجلسة مختلطة لكن منضبطة، يعني الرجال في جانب والنساء في جانب، والكلام في حدود الحاجة، واللبس محتشم ومفيش خلوة بين اتنين، ده أهون. لكن برضو العلماء بيشوفوه إن الأفضل تجنب الجلوس غير الضروري مع الأجانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ فقال الحم الموت. رواه البخاري ومسلم.
والحم هنا يقصد بيه أقارب الزوج من الرجال غير المحارم، فكيف بالأصحاب؟ انت يا ابني اللي غلطت من الأول، ان انت اللي فتحت الحتة دي. لو كان في التزام من الأول ما كانتش مراتك فكرت انها ممكن تصاحب أي حد عادي، ده مجرد صديق أو زي أخويا. انت المفروض كنت تحكم في ده من الأول. هي جت منك انت الغلط، يعني الغلط من البداية من عندك. يعني انت قصدك يا شيخ ان انا اللي غلطان، ان انا ما التزمتش بالقواعد من الأول، ولما جت وعرفت ان هي ممكن تصاحب حد غريب او يبقى صديقها او زي اخوها اتضايقت وحسيت ان في حاجة غلط. فعلا زي ما هي غلطت انت كمان غلطت. انت كان مباح عندك من الاول ان هي تصاحب زمايلك ويبقوا اصدقائها وتكلمهم وتقعد معاهم، فاكيد يعني اي حد عادي. فانت غلطت وهي كمان غلطت، بس هي اتراجعت عن غلطها زي انت ما قلت وقطعت الكلام ده خالص. انت كمان المفروض تراجع عن غلطك وتقطع اصحابك ده خالص. صحابك بره البيت مش جوه البيت. حتى لو عزمتهم في بيتك يبقى الستات في مكان والرجالة في مكان، مش تقعدوا كلكم مع بعض. ويا عالم ده بيغض البصر ولا ما بيغضش، ده بيبص لمراتك ولا ما بيبصش، ده بيقول مراتك احسن من مراتي ولا لأ، ويفضل يقارن في دماغه. الله اعلم بالنوايا. انت عندك حق يا شيخ، انا اللي خليت كل حاجة مباحة من الاول، وانا اللي ملتزمتش بكلام وشرع ربنا، فانا الغلطان وهي غلطانة برضو. متشكر يا شيخ على قعدتي معاك، خليت قلبي يرتاح. فعلا انا كنت لازم اقعد القعدة دي معاك من زمان. كل حاجة يا ابني بتيجي في وقتها، مش مهم ان احنا نعمل الغلط، اهم حاجة ان احنا نتراجع عنه. وبدل انت تراجعت عن الغلط وهتصلحه يبقى انت صالح من جواك. فعلا راح حازم عند فرح وكانت فرحة قاعدة مستنياه، وقالت له: ايه يا حازم لسه زعلان مني؟ والله العظيم انا اتراجعت عن اللي انا عملته عشان حسيت ان انا غلطانة. انت غلطتي وانا كمان غلط، انا اللي خليت كل حاجة مباحة، انا اللي خليتك ان انت تكلمي اصحابي والموضوع عادي، وافتكرت ان الموضوع عادي. انا سمعت كل الفيوزات اللي انت بعتيها، وقعدت مع شيخ وحكيت له، وقال لها على الحاجات اللي الشيخ قالها له، وكل كلامهم سوا. عارفة يا فرح انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان ابوكي كان صح. الالتزام هو الصح، هو الطريق الصحيح. وعشان انا ما كنتش ملتزم ده اللي حصل، دخل الشيطان ما بينا. عايزين نرجع لعاداتك وتقاليدك مع ابوكي، لان هو ده الطريق الصح اللي احنا المفروض نمشي عليه. فعلا عندك حق. ولما اتخليت عن الطريق ده ندمت وقلت يا ريتني ما عملت كده. فعلا بابا كان هو الصح، انا ما كنتش اعرف ده. ومش عيب ان الواحد يغلط، العيب ان الواحد ما يعترفش بغلطه. فعلا حازم غير في طريقته وفي حياته كلها من بعد اليوم ده. وفرح هو وهي بقوا ملتزمين اكتر من الاول، ومنعوا موضوع الاختلاط. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. اتمنى لو قصتنا عجبتكم ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في القصة في التعليقات، ويا ريت كمان ما تنسوش تحطوا لنا لايك للقصة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل علشان يوصلكوا كل جديد مننا. اتمنى منكم ما تنسوش تدعمونا باللايكات وتدعمونا بالشير وبالحاجات الحلوة دي. اشوفكم على خير، وسلام عليكم.